برضه ما اخش في قضيه تانية. مستر مانويل جوزيه قال لك النهارده في المكالمه التليفونيه الطويله بينكم. لا يعني كنا لا مكالمة عادية، كان سؤال انت الاول بنسأل على سكت بعض. ليه كده لما انا قلت لك ده؟ لا أنا بس عادي يعني. مكالمة طويلة فأنا عادي يعني، ماشي. لا لا كان بنتكلم مع بعض عادي يعني، هو كان في اتصال انا بينا عايز من بس كام يوم. اشرح للساده المشاهدين انه الاستاذ مازن مرزوق احد الاصدقاء المقربين جدا من مانويل جوزيه طيله فتره اقامته في مصر، وانه كان احد الموثوق فيهم من مانويل جوزيه. والعلاقه مش علاقه يعني كوره بس، لكن علاقه صداقه وزماله وانسانيه ايضا. اه طبعا كان علاقة على المستوى الشخصي، علاقة قوية جدا. هو الحقيقة من الشخصيات المحترمة جدا اللي بتقدر الإنسان والحاجات الإنسانية دي عنده ليها وزن كبير جدا. وزي زي أغلب الناس بتوع بره، مم. الثقة مهمة. لما يعرف ان انت انه بيثق فيك، هتلاقي الامور سهلة سهله جدا، جدا. ما فيش مشكلة خالص. تعامله سهل جدا. الناس واخدة عليه، ساعات تقول لك، بعض الناس يقول لك ده اصله مغرور واصله ما فيش القصة دي خالص. مش موجودة في مانوس جوزيه. كل اللي عرف مانوس جوزيه عن قرب يقول، يعني مش انا بس، كل اللي عرفه عن قرب، مم. حتى اللعيبة اللي حصل بينهم خلافات كبيرة لا زالوا بيتكلموا عن مانوس جوزيه كلام كويس جدا. مم. الراجل في اجازة، رجع بقى في بلده. اتكلمتوا النهارده في ايه بقى؟ لا كنا بنتكلم عادي يعني، سؤال. كنا اتكلمنا من 3 ايام كده، كنت انا مسافر، ولما مم. رجعت النهارده كلمت اشوف الاخبار ايه، العروض ايه، لان انا بسمع كلام كتير. وهو قال لي انا بسمع زيك الحقيقه، اه. ان انا جالي عروض وبتاع، ما اه. فيش حد كلمني خالص الا نادي الاماراتي، نادي بنياس. اه. كان حصل كلام فعلا معاه. ده وهو كلام مستر مانويل معاك كلام مانويل النهارده؟ اه. وهو الحقيقه مانويل فاضله 2 سنين تدريب مم. في البلان بتاعه. كان عاوز يقضيهم في النادي الاهلي، يعني هو اه. كان عامل البلان انه يقعد السنتين لولا الظروف اللي حصلت طبعا. فهو عاوز يختم حياته، عاوز في سنتين المشوار دول مع فريق يعني عنده طموحات. مش عاوز يروح لفريق يجتهد ان هو عاوز يبقى في وسط الجدول او اه. يبقى اه. خامس او سادس. عاوز فريق عنده تشالنج، عنده تحديات. مم. عاوز يكسب دوري، عاوز يروح يلعب تشامبيونز ليج، عاوز كده يعني. فمش هيقبل باي عرض هيجي له الا مع فرق من هذا المستوى. وهو في عرض يعني شبه رسمي، مش رسمي يعني، مش اكيد، اه. لكن احد الوكلاء، وكيل عن النادي، اتصل بيه عشان يساله رايه ايه. نادي اوروبي. نادي اوروبي، مش فيرست كلاس يعني، مم. مش ميلان وتشيلسي اه. اه. وبايرن وكده، لكن نادي معروف جدا نادي في اوروبا. انجليزي؟ لا لا مش انجليزي. لا مش انجليزي. نادي معروف جدا في اوروبا، ليه اسم كبير. اه. ولكن لسه يعني، كان مجرد انه نقل له الرغبه ان النادي، لان النادي عنده، هقول لك هنت كده، عنده بعض اللاعبين البرتغاليين يعني. مم. ف ده هتساعده اسهل اكتر يعني. فحصل تفاوض بينهم يعني، كلام عام كده، وعلى اساس انه ايه شروطه، طلباته ايه، والكلام ده كله، بحيث انه الراجل يرجع يعرض على النادي ويشوفوا هيوصلوا لاتفاق ولا لا. وانت حسيت من مانويل، ما اقصدش ان مانويل لانه ده نادي اوروبي ما يعنيناش، لا لا لا. لكن انت حسيت ان هو سعيد بالعرض ده؟ بين البنين. ولا يفضل يلعب يرجع للمنطقة العربية؟ على حسب العرض يعني برضه. مانويل اللي انت تعرفه. على حسب اه. هو عاوز يروح نادي مستقر. اه. مستقر من ناحيه انه عنده، زي ما قلت لك، عنده تحدي وعنده الامكانيات اللي اللي تخليه تخليه ينافس. ينافس. فانا لو جه يروح لنادي اوروبي ليه اسم كبير، ولكن الامكانيات الماديه، مش هتخليه طبعا ياخد دوري في بلده يعني، او يعني لا ممكن ياخد دوري ببلده. ممكن. اه طبعا. اصل انت اديتني ايحاء ان هو لا بيتكلم يعني نادي اللي هو عايز يبقى في وسط الجدول يعني. لا انا قلت لك نادي اوروبي ليه اسم كبير، ما هو بس ما كله قلتش انديه ان في اوروبا هم ليها تشيلسي، اسماء يعني. ما قلتش ان هم الفيرست كلاس اللي هم يعني اللي مش مانشستر سيتي، مش لا لا مانشستر لا لا يونايتد، لا مش لا لا تشيلسي، بس مش. نادي ليه اسم كبير في اوروبا اه. يعني. كلنا نعرفه وكلنا نسمع عنه، ومن الناس من الفرق اللي بتنافس على بطولة الدوري في بلدها دايما. هتقول لكن لي اسمه في اخر الحلقه؟ ها. هكتبه لك بعد كده وانت لا تقوله. في اخر الحلقه على الهوا يعني، تقوله يعني اما نوصل للاخر يعني. فانا لا، هو بس عاوز نادي يبقى عنده امكانيات انه مثلا مم. يقدر يجيب لعيبه، يقدر يدي اللعيبه فلوسها، لان دي اهم عند مانويل على فكره من فلوسه هو. يعني اه. مانويل من اللي بيحرص، حاجات اللي بيحرص عليها ان اللعيبه تاخد تاخد فلوسها فلوسها. دايما بصفه منتظمه. ولما بيحس ان اللعيبه ما بتاخدش فلوسها، هو بيقول لي الناس دي بتلعب في النهايه، بتلعب لاسم النادي، لكن بتلعب عشان الفلوس، دي لعيبه محترفه، وده شيء يحترم شيء يعني. طبيعي. اه. فانا لما بحس ان اللعيب ما خدش فلوسه، اكيد مخه بيبقى عنده مشاكل. مم. حتى لو هتقول لي اصله بياخد كتير،
ما هو ممكن يكون عامل حسابه على الكتير دي انه هيشتري حاجه او اشترى حاجه بالفعل وبعدين وبيدفع اقساط قضيه او انه حاجه. بياخد كتير دي نناقشها دي ساعه التوقيع العقد. دي قصته. ما دام مضينا العقد خلاص